عملوا عربيات من غير باب ولا شباك، تمشي من غير ولا نقطة بنزين ولا كهرباء حتى، وبقوا ينافسوا تسلا والبورش. لو ايه كل ده من الخشب. شباب مصريين قرروا يفكروا بره الصندوق وعملوا اختراعات قلبوا بيها الدنيا، من تسلا الغلابة وفيراري الصعيد للعربيات اللي تمشي من غير ولا نقطة بنزين. يا ترى ايه حكاية الاختراعات دي وازاي عملوا العربيات دي من الخردة؟ كل ده واكتر هنعرفه في الفيديو ده، خليكم معانا. المصريين دايما عندهم حل لكل حاجة حتى لو الدنيا كلها واقفة ضدهم، لدرجة انهم عملوا عربيات بايديهم ومن الخردة ومن غير بنزين كمان. ايوه زي ما سمعت كده. وخلينا الاول نبدأ بتسلا الغلابة اللي عملها شاب من المنيا. العربية دي معمولة من خشب وحديد قديم ومتجمعة في ورشة حدادة بسيطة، بس المفاجأة انها تمشي بالكهرباء، يعني من غير بنزين ومصاريف كبيرة. العربية كانت ماشية في الشارع عادي جدا وكأنها عربية من اللي بنشوفها كل يوم. الشاب قال انه خلصها في حوالي شهر واحد، وقال كمان لو فيه دعم ممكن تتعمل اسرع من كده بكتير. بس اللي هيفاجئك فعلا انها مش بس بتمشي بالكهرباء، لا ده فيها اكتر من 20 سنسور، كل واحد فيهم بيشتغل علشان يحدد المكان اللي حواليها ويتجنب اي حاجة قدامها. يعني العربية شايفة الطريق، وكمان في GPS تقدر تحدد مكانها في اي وقت. والاغرب من كل ده انه ربطها بحاجة زي الذكاء الاصطناعي، يعني ممكن تحدد لها مكان وهي تروح لوحدها. كل ده معمول بإمكانيات بسيطة جدا. الشاب اللي اخترع العربية دي بيقول إن كل حلمه يعمل خط إنتاج ويصدر بره. الحكاية ما وقفتش لحد هنا، لا ده في قصص تانية لشباب مصريين عملوا عربيات ينافسوا بيها اليابان والصين، زي اللي عمله شاب بسيط لما قرر يعمل عربية تساعد الناس اللي زيه، وبرده من خشب وحديد خردة وبإمكانيات بسيطة، وعمل فيها فرامل إلكترونية ومقبض يدوي علشان يسهل السواقة. يعني مش بس بيخترع، ده بيحل مشكلة حقيقية. أما بقى تالت عمل عربية تمشي بمحلول ملح. أيوة زي ما سمعت كده. الشاب عمل عربية من مواد معاد تدويرها، حاطط موتور موتوسيكل على هيكل بسيط، ولدرجة إنه استخدم إزازة محلول بدل الوقود. وعلى الرغم من بساطتها بس فكرة مختلفة جدا. الشاب كان راكب العربية وبيمشي بيها زي ما يكون راكب عربية BMW. تفتكروا الحكاية وقفت عند كده؟ لا، لسه كمان في طالب ثانوي اسمه اسماعيل أحمد عمل حاجة سماها فيراري الصعيد. الشاب ده بدأ من وهو صغير، كان عنده شغف إنه يفكك ويركب في أي حاجة قدامه لحد ما جمع خردة وبدأ يصنع عربيته. العربية دي فيها 5 غيارات وتكلفتها كلها حوالي 5000 جنيه، وبتمشي بسرعة توصل ل 80 كيلو في الساعة. كمان في شاب تاني من الدقهلية اسمه نبيل أبو ضيف، اشتغل ميكانيكي من صغره، وفي سنة 2020 لما الشغل وقف قرر يستغل الوقت ويعمل عربية من الخردة. العربية دي كانت معمولة علشان تساعده في شغله وتشيل معدات تقيلة. نبيل قدر يعمل العربية في حوالي شهرين، وبتمشي بسرعة بتوصل ل 120 كيلو في الساعة، وما كلفتهوش أكتر من 9000 جنيه بس. ابن الدقهلية عمل عربيته من كل حاجة قديمة، موتور، تروسيكل، كراسي، باص، قطع غيار مستعملة، وعلى الرغم من كده طلعت عربية كاملة، لدرجة إن الناس في قريته انبهروا بيها وطلبوا يعمل لهم زيها. ومن الآخر كده احنا قدام ظاهرة مختلفة، مش حالة واحدة. شباب بإمكانيات بسيطة جدا وقدرة رهيبة على الابتكار، ناس مش مستنية حد ولا مستنية فرصة، لا دي هي اللي بتوفر الفرصة لنفسها. بس يا ترى لو الشباب دي لقت دعم حقيقي ممكن توصل لفين وتغير ايه في الصناعة في مصر كلها؟ يلا قولوا لنا رأيكم في تعليقات. يا ترى الاختراعات دي ممكن تتحول لمشاريع كبيرة فعلا ولا لأ؟